دايما نعمل مواعيد معينة، يعني نخلي فيه رتم معين لحياتنا، الصحيان، النوم، الأكل، عشان الجسم برضه بيتعود على المواعيد المعينة دي. فلاقي نفسي لو أنا بفطر مثلا الساعة 12 الظهر مثلا كل يوم أو 11، بلاقي نفسي مش جعانة لغاية 11 إلا ربع. 11 إلا ربع ببتدي الجوع. جربوها وهتلاقوها فعلا بيحصل كده. كل ما أنا أظبط مواعيد بلاقي نفسي انا لو يومين ثلاثه لخبطت وكلت طول اليوم، هلاقي نفسي بعديها جعانه تاني طول اليوم. لو نظمت المواعيد بقى كل 12 3 6 9 مثلا يعني، هلاقي نفسي الساعه 12 بجوع، الساعه 3 بجوع، الساعه 6 بجوع، وهكذا. فابتدي مثلا اشيل حته، ازق شويه، اعمل انظم تاني بطريقه احسن، فالجسم يتعود تاني، وتلاقي نفسك بتنسي اساسا الاكل وبتنسي الجوع. فدي حته مهمه جدا. والنوم نفس الحكايه، النوم بتظبطه برضه، علشان برضه الجسم بيتعود على نوم في مواعيد معينه وصحيان في مواعيد معينه. فيبقى نومك عميق، الكواليتي بتاعته تتحسن ويبقى منتظم، ما يجيلكيش ارق بالليل، ما تسهريش وتصحي بدري والحاجات دي. فكل ما نظمتي رتم الحياه كلها بتحسن جدا من الصحه، وبتحسن بقى طبعا الحرق، وبتحسن حاجات كتير جدا جدا.